فلوس فلوس فلوس، كلنا عايزين فلوس وبنتمنى يبقى معانا فلوس كتير، ورغبة كتير قوي من الناس ان يبقى عندهم فلوس، وبيسألوني طب وهو علم الطاقة ده ما حلهاش ازاي؟ يعني ازاي ما يخليناش يجيلنا فلوس وفلوس كتير؟ على فكرة والله علم الطاقة مظلوم معاكم، لأنه هو سهل جدا جدا، ولكن بشرط. إيه الشرط بقى؟ علم الطاقة بيعلمنا المحبة للأشياء. إما بتحب شيء الشيء بيحب يجيلك. طب ما إحنا بنحب الفلوس؟ لأ، ما هو ما تضحكش علينا، أنت بتحب الفلوس وهي معاك، لكن لازم تحبها وهي مع غيرك، معاك مع غيرك، مع عدوك، مع اللي مش بتحبه، مع أي حد. لازم تحب الفلوس وملهاش علاقة هي مع مين، حبها في كل أحوالها. ويمكن ده اللي بيطلع لنا نظرية صغيرة، اللي هي نظرية اللي هي إيه؟ الحسد. النظرية اللي بتخليك تستكتر الحاجة على حد. حب الفلوس سواء معاك أو مع غيرك، حبها لوجودها، حبها لشخصها، وهي بتروح للي بيحبها، هتجيلك في أي مكان. بعدت، قربت، رحت، جيت، الفلوس جايه لك. استقبلوا طاقه الفلوس معايا، لان خلاص احنا قررنا نحبها بشكل عام سواء معانا او مع غيرنا. حضرتك بقى بتحط فلوسك فين؟ في ناس بترميها ولا بتعتني بيها، ما هي خلاص ما هي معايا. لا حضرتك، الفلوس بتحب اللي يحبها ويهتم بيها، الفلوس بتحب اللي يقدرها واللي يحترمها. عارف اما بتحترم حد بتعمل ايه؟ بتقعده في احسن مكان، بتحط له احسن حاجة عندك، مش بتقعده كده في مكان وحش ولا ريحته وحشة ولا على كرسي مكسر ولا اي الكلام ده خالص. اتعامل مع الفلوس على الاساس ده. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تمسك محفظة قديمة ولا شنطة قديمة وتحطي لي الفلوس فيها. يعني ما ينفعش تمسك الفلوس بطريقة وحشة وتكرمشها وتحطها لي ملعبكة جوه المحفظة وتقولي أنا بحافظ على الفلوس. لا، لازم نرتبها ونقدرها ونحترمها. ما ينفعش نرمي الفلوس كده في أي مكان في البيت. يستحسن نجيب مكان خزنة دي خاصة بإيه؟ بالفلوس، لأن أنا بقدرها. مش أنت ما بيجيلك ضيف وتحب تقدره بتسيب له أوضة كده جميلة، أحسن أوضة عندك في البيت، بتقدم له أحسن حاجة عندك. اتعامل مع الفلوس على الأساس ده. أحسن مكان تتحط بطريقة منظمة، تحاول حتى كمان لما تيجي تطلعها لله أو صدقة عشان تجيلك مضاعفة. سر بقى جميل أهو، عطر الفلوس اللي رايحة، الله طيب لا يقبل إلا الطيب. عطر الفلوس اللي رايحة للمحتاج، هتجيلك بأحسن منها. طبعا كلام خاص يمكن للسيدات اكتر. عندكم شنط كتير، اوعي تسيبي شنطتك فاضيه. كل شنطه دايما تحطي فيها فلوس، حتى لو حاجه قليله، حتى لو عمله. ما تعوديش شنطك دايما انها فاضيه من المال او خاليه من المال. كمان حضرتك لو عندك اكتر من محفظه، حاول تحط في كل محفظه شويه فلوس قليلين جدا. الكون بيتعامل مع طاقه الاشياء، لو لقاها فاضيه هتفضل فاضيه على طول، لكن لو دايما محتفظ بيها فيها مال، المال على طول هيملى المحفظة دي وهيملى الشنطة دي كمان.